بُص، يعني مبدئيًا يعني أنا قبل ما أقول أي حاجة، قبل ما أتكلّم في أي حاجة، عايزك تنزل تفقع اللايك بتاعك وتعمل اشتراك لو أنت مش مشترك في القناة، علشان أنا بيتابعني أكتر من ناس بيتفرّجوا عليّا من غير ما حد يعمل لايك واحد أو اشتراك واحد، ودي حاجة مزعّلاني. أنتم مش بتتفرّجوا على واحد محروق، يعني أنتم مش بتتفرّجوا على واحد محروق علشان خاطر اللي يتفرّج عليّا مثلًا 200، 300 واحد ما يعملش منهم اشتراك غير 4 ويعمل منهم لايكات 16 واحد. انزل يا عم افقع اللايك بتاعك واعمل الاشتراك الجامد عشان نخش في الموضوع ونسخن الدنيا وتشجعني كده. وعلى فكرة اللايك اللي انت بتعمله بيفرق معايا وبيخليني الناس تشوفني اكتر. انت لو مش حابب المحتوى اللي بقدمه ومش حابب ان الناس تشوفني ما تعملش لايك. لو حابب المحتوى اللي انا بقدمه وحابب ان الناس تتابعني اكتر وتشوفني وتكون ساعدتني ان انا الناس تشوفني، فانزل افقع اللايك واعمل الاشتراك بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت شفت في الصورة المصغرة على الفيديو او زي ما انت شفت على عنوان الفيديو، انا النهارده هاجي لك اتكلم في 4 مواضيع. اول موضوع معانا هو ازمه بنتايج اللي ما انتهتش. تاني موضوع معانا هو الخطيب ماله فين وعوده وصفقاته اللي قال عليها للنادي الاهلي وقال عليها للجمهور. تالت حاجه معانا رمضان صبحي وايه اللي حصل له. قضيه 2 3 طلع منها براءه، في قضيه موقوف بسببها والكلام ده كله. ورابع حاجه معانا اللي انت داخل علشانها، وهو ان الزمالك اتعشر، او بمعنى اصح ان الزمالك لبس قضيه 10 في وقف القيد بتاعه. فورقة وقلم معاك كده وكوبايتك الشاي الجميلة وتعالى علشان الموضوع بتاعنا النهاردة أو الحلقة بتاعتنا النهاردة حلقة. بص، حلقة فيها مخزون وكلام كتير جدا جدا جدا، فبينا نخش في أول موضوع معانا وهو الخطيب ماله. هو الخطيب إيه اللي جراله؟ الخطيب فين وعوده للجمهور؟ يعني أنا كمشجع أهلاوي أنا كمشجع أهلاوي شايف ان كل الوعود اللي الخطيب قالها للجمهور في الولايه الاخيره بتاعته دي، اللي هو نزل الانتخابات دي، كلها بشنك. قال ان هو هيخش الانتخابات وهيدخل معاه ياسين منصور نايب علشان خاطر يسيب لياسين منصور القياده بمعنى اصح، او ان هو بيجهز ياسين منصور علشان يمسك الرئيس، وما ينفعش ان ياسين منصور يجي من بره يترشح على الرئيس على طول. فقال لك انا هجيبه يمسك معايا النايب وهمسكه إدارة ملف كرة القدم، وأنا هشيل إيدي وهروح بقى أتعالج علشان خاطر الناس قالت لي لا لازم تنزل والكلام ده كله. طبعا كل الكلام ده طلع في شنك، وكل الكلام ده ما شفناش حصل منه أي حاجة. والخطيب كمل زي ما هو، وهو اللي ماسك الإدارة، وهو اللي شارط عليهم أي لعيب قبل ما يجي لازم يتعرض على الخطيب الأول. أي لعيب قبل ما تختاروه يتعرض عليه الأول، أوافق عليه أو ما وافقش. طب ما انت طالما انت الكل في الكل، بقى ايه لازمه كل الناس اللي انت جايبها في الاداره دي؟ يعني ايه لازمه اداره التعاقدات؟ ايه لازمه مدير التعاقدات؟ ايه لازمه النايب؟ ايه لازمه كل الاعضاء؟ ما هو انت هتوزع المهام على الاعضاء كلهم، يا ما توزعش يا ما تجيبهمش من الاساس. قلنا السيد عبد الحفيظ هيجي وهيبقى نايب مدير ملف كرة القدم، او النايب بتاع المسؤول عن ملف كرة القدم، وكلنا فرحنا وقلنا الله، السيد عبد الحفيظ بقى هيجي وهيعمل لنا صفقات وهيطور وهيعمل. شفنا السيد عبد الحفيظ، الناس كل اعتقاداتها عليه كلها بقت بالفشل. كل الناس كانت متصوره ان السيد عبد الحفيظ ده بص البعبع اللي هيجي وهيعمل وهيخلي وهيمسك لهم الكرباج. كل الكلام ده شفنا منه صفر، كل الكلام ده ما شفناش منه اي حاجه للنادي الاهلي. السيد عبد الحفيظ النهارده عمال يسافر لك كولومبيا، افغانستان، الهند، المش عارف ايه، ويقول لك ده هيجيب المهاجم، وما شفناش اي حاجه. لدرجه ان الجمهور في ماتش الاهلي الاخير في برج العرب مع في دوري ابطال افريقيا مع يانج، الجمهور قعد يغني يقول فين وعودكم انت وياسين منصور يا خطيب وياسين منصور، فين وعودكم للجمهور؟ طيب يعني احنا لحد امتى هنفضل الخطيب اسطوره، الخطيب رمز من رموز النادي الاهلي بس كلاعب. لكن من ساعه ما مسك النادي وماسك رئاسه النادي، وانا شايف ان الخطيب من وجهه نظر انا، ماليش دعوه بحد، وانا شايف ان الخطيب اداريا فاشل، اداريا ما قدمش اي حاجه للنادي الاهلي. كل صفقاته قيد في نادي الزمالك، كل صفقاته ان هو يرازي في نادي الزمالك. وعشان كده شفنا كل الصفقات اللي الاهلي جايبها كلها معلمين وكلها ما بتقدمش حاجه للاهلي. بس انا جايب الصفقه اللي هو تعمل بوم، وان الخطيب يسمعنا، وان الخطيب جامد، وان الخطيب مش عارف ايه، وان الخطيب الله كسب جابها، وكل الكلام ده مش عايزينه. انا مش عايز كل الكلام ده، انا كمشجع انا مش عايز يا عم صفقات من نادي الزمالك، ولا صفقات من بيراميدز، ولا تخش بنفسه مع بيراميدز، ولا تستنى مين من الانديه التانية هيفوت حد وتروح تجيبه، او تستنى لما يجيبه
وترجع تقول انا عايزه علشان خاطر بدع معاهم. لا، فين عينك؟ فين ان انت تروح تجيب لعيب وتخلي الناس كلها تتكلم عنه؟ كل الصفقات اخر 4 سنين اللي النادي الاهلي جابها ما فيش غير صفقه واحده او صفقتين اللي اتعمل عليهم ضجه واللي كل الناس عايزاهم منك. كل الصفقات الباقيه كلها بشين. كل الصفقات الباقيه لحد النهارده انت بتجيبها وبتلبسها وبتدفع فيها فلوس لحد النهارده وبتدفع الرواتب بتاعتهم، الا اتنين. وسام ابو علي اتباع بمبلغ تقيل وما عرفناش نعوضه، مع ان انت معاك مكاسب مش عارف تجيبه او ان انت بخيل. والناحيه التانيه امام عاشور، ولو اتباع انت مش هتعرف تعوضه، والاهلي هيبقى مطالب ان هو يجيب حد زي امام عاشور، لان امام عاشور مش هيتعوض. امام عاشور لو مشي هنلاقي الاهلي بيقع، وهنلاقي الاهلي في الاداء بتاعه في الملعب صفر. فانت كل الباقي رضا سليم بتدفع له فلوس، كاريسو بتدفع له فلوس، واشرف داري شرط عليك ان هو لو جاله عرض هتدفع له بقيه الراتب بتاعه كله للنادي التاني، يعني هيلعب في النادي التاني وانت بتدفع الراتب زي موضوع رضا سليم. فانت كل الصفقات اللي الاهلي بيخش يجيبها بتبقى كلها مش مدروسه، كلها عك في عك. فالخطيب في اداره ملف كره القدم صفر. الخطيب في رئاسته للنادي الاهلي صفر. مش عاجبني. جبنا ياسين منصور وقلنا هنسلمه الملف وتطلع انت تتعالج، ما عملتش كده. وبرضه انا الكبير وانا الريس وانا اللي لازم تاخده بصوتي وانا اللي لازم تراجعوني وانا اللي لازم. شفنا النهارده. وحاليا ما بقاش زي الاول النادي الاهلي لما تخش في اي صفقه. كان زمان لما تخش في اي صفقه تخش انا النادي الاهلي يا ابني هتيجي تلعب ولا ما تلعبش، فالناس كانت بتجري للنادي الاهلي. النهارده ما عادش الخطيب ماشي بسياسه زمان اللي هو يا ابني انا الخطيب تيجي. ما عادش زي زمان اللي هو الله ده الخطيب بيكلمني فانا جاي. دلوقتي انا الخطيب هتيجي والله يا كابتن خطيب علينا وعلى راسي، بس انا متقدم لي من سيام من بيراميدز اعلى من الراتب بتاعكم اضعاف. فلا يا حبيبي ده اخرنا احنا النادي الاهلي. طب يا باشا انا مش عايز اجي العب، انا هلعب في بيراميدز. شكرا. هي ماشيه كده حاليا. دي السياسه، كله بيدور على الفلوس، ما عادش حد هيدور. ودلوقتي انت عندك بيراميدز بقى بياخد وبينافس ومعاه بياخد بطولات. فانا دلوقتي انا لما هيجي لي اهلي وبيراميدز، لو انا بشجع الاهلي وهيجي لي بيراميدز وهاخد اضعاف الفلوس، لا يا حبيبي هروح بيراميدز. بيراميدز بينافس على الدوري، على الكاس، على دوري ابطال افريقيا، على كاس العالم، دخل كاس العالم، الكاس الانتركونتيننتال. فانا دلوقتي انت بقى المنافس بتاعك بقى زيك. يعني الزمالك ما كان بيخش دوري ابطال، ما بياخدش دوري الابطال، كل فين وفين بياخد الدوري. فانا لما بقى انا لو اتخيرت بين الاهلي والزمالك اختار الاهلي، حتى لو الزمالك دافع فيها فلوس اكتر. طب خيرت بين الاهلي وبيراميدز، لا هروح بيراميدز. بيراميدز بقى بينافس الاهلي. فسياسه كابتن محمود الخطيب حاليا في اداره ملف كره القدم بقت سياسه فاشله ادمت. انت دلوقتي ماشي بمبدا ان الاهلي نوكيا وبيراميدز اندرويد، فبالتالي انت ماشي بسياسه قديمه وعقيمه. وبيراميدز ما شاء الله ما شاء الله ماشي بسياسه وتخطيط لقدام. بيراميدز عنده خطط لقدام كفيله ان هي تخليه يعني على رأي والدي ان بيراميدز لمده 3 4 سنين قدام هيكتسح كل حاجه. والاهلي لا هيطول السنه دي كاس ولا دوري، كده كده طلعنا من الكاس. لا هيطول لا دوري ولا افريقيا ولا اي حاجه. فالخطيب محتاج يعيد النظر في ملف كرة القدم تاني، ويوزع كل الملفات على الأعضاء ويدي كل واحد حقه. إنما احتكارك لكل حاجة في الملفات ده غلط، وده مودينا في داهية. أنا مش هقول أكتر من كده. ويعني أنا أصلا عندي كلام كتير على محمود الخطيب في إدارة ملف الجمهور. يعني الجمهور اللي محبوس، الجمهور اللي ما وقفش محمود الخطيب معاه لحد النهارده. وشفنا حاجات منافيه تانية، شفنا حاجات ضد حصلت. فانا مش عايز اتكلم في الموضوع ده علشان ما اخبطش. وكمان في نفس الوقت يا عم خلينا انا في الكوره، لا ليا في السياسه ولا الجمهور ولا اي حاجه. وانا نفسي اتكلم عن الجمهور، كلهم اخواتي وكلهم مني وكلهم مشجعين وكلهم مفيش اي تهمه عليهم غير ان هم بيشجعوا كره القدم. بس للاسف 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 انا مش هقدر اتكلم. يعني انا مش هقدر اتكلم في الموضوع ده. طيب، تاني موضوع معانا وهو محمود بن تايج. انا اتكلمت في فيديو واتنين وتلاتة عن محمود بن تايج، مرة واتنين وتلاتة. قلت محمود بن تايج كان الزمالك عايز يغفله ويقول له تعالى ارجع، وبعد كده يرجع يعرضه للبيع. ومحمود بن تايج رجع قال لهم لو عايزين يدفعوا لي عقد جديد. رجع قال لك محمود بن تايج احمد سليمان هيضغط عليه وهو حماه وفي نفس الوقت متجوز بنته، فيعرف يرجعه ونمشي الدنيا والمستحقات بتاعته نمشيها ونظبط الدنيا. برضه ما نفعش.
اخر موضوع معانا اللي منتشر بقاله كام يوم بيقولك ان ممدوح عباس هيدفع لمحمود بنتايج قيمة المستحقات القديمة كلها ويرجع يلعب. وطلع كلام ان الدنيا تمام، وان خلاص محمود بنتايج وافق وهيدفع له 200 الف دولار مستحقاته القديمة وهيرجع يلعب. الا وقد حصل موقف جديدا رجع كل حاجه لنقطه الصفر تاني. هتيجي تقول لي في ايه يا عم؟ انت دايما بتجيب لنا اخبار سيئه عن الزمالك وبتجيب لنا اخبار وحشه عن الزمالك. والله يا صديقي هو دي الاخبار. انا ما عليا ان انا بنقل لك اللي بيحصل في الوسط الكروي بس بطريقتي، بطريقه بقى انت بتحبها، بطريقه بتحب تسمعها مني. ما هو عشان كده انت لو بتحب تسمع مني فانزل اعمل حالا لايك، لان انت مقصر معايا. انت قاعد بتتفرج كل ده وما عملتش اللايك. انت اللايك مش هياخد منك ثانيه، انت اللايك هيفرق معايا انا مش هيفرق معاك انت يا صديقي. اللايك ده هينشر الفيديوهات بتاعتي ويخليها تتشاف لناس اكتر. انت هتساعدني. انت مش متخيل ان انا لما اكون انا المحتوى اللي انت بتحب تتفرج عليه وتخلي الناس اكتر تتفرج عليا، انا هادي لك ازاي؟ انا هكون فرحان ازاي؟ فانزل حالا افقع اللايك الجامد، وفضلا وليس امرا. عايزين نوصل 1000 مشترك يا عم، عايزين نوصل 1000 مشترك يا سيدي. مش بخيل انت، انا عارف ان كل اللي بيتابعونا مش بخلة. فانزل حالا اعمل اشتراك للقناة، اعمل حالا انزل اعمل اشتراك للقناة. انا سايبها قبل ما ارفع الفيديو ده كانت 163 مشترك. مش هيجرى حاجة لو وصلناها 500 حاليا، وبعد كده نوصل لل1000 ولا 200 ولا 300. انزل ما تبقاش بخيل. نرجع لموضوع محمود بنتايج. محمود بنتايج زي ما قلت ان محمود ممدوح عباس كان عاوز ان هو يدفع له ال 200 الف دولار علشان خاطر يرجعه تاني. كلنا عارفين ان محمود عباس هو اللي بيدير النادي، كلنا عارفين ان ممدوح عباس هو اللي بيدير نادي الزمالك، ومحدش عنده اعتراض والناس كلها عاجبها. انا مش فارق معايا، انا مشجع اهلاوي مش فارق معايا، مشجع اسماعيلاوي مش فارق معايا، اي مشجع تاني مش فارق معاه. طالما جمهور الزمالك متكيف وعاجبه خلاص يا عم كل واحد حر. جمهور الزمالك عاجبه ان ممدوح عباس بيدير، يابا خليه يدير خليه يركب. ما هو مش طبيعي، يعني هو مش طبيعي ان يكون حسين لبيب من ساعه ما مسك هش ما فيش صوت. الناس فاكرينه ان هو مختفي، الناس فاكرينه ان هو حصل له حاجه. اللي بيدير الدنيا ممدوح عباس، ما عنديش مشكله يا عم يدير يا باشا انا مالي. فممدوح عباس عرض ان هو يدفع لبنتايج 200 الف دولار مستحقاته القديمه ويرجع يلعب، ومحمود بنتايج وافق وقال لهم حولوا له 200 الف دولار وانا هلعب. جينا هنا بقى ايه السبب المشكله؟ ممدوح عباس قال لهم انا هعمل كل ده بس بشرط واحد. يعني انا هعمل كل ده بس بشرط واحد. ايه هو يا عم الشرط؟ ايه يا عم ممدوح عباس الشرط؟ قال لهم ان جون اودر يمشي. طب يا سيدي ما هو جون اودر مش هيمشي، جون اودر العقد بتاعه في شرط جزائي، يعني انت مش هتقدر تدفعه علشان يمشي. خلاص خلوهم، خلاص خليه قاعد وخلينا ايه في نفس الوضع ده. يعني طول ما ممدوح عباس عايز يدفع العقبه بتاعته جون ادوارد، وطول ما جون ادوارد عايز يمشي الدنيا العقبه بتاعته ممدوح عباس. فهي الموضوع كله متركز على ان ممدوح عباس موافق ان هو يدفع ال 200 الف دولار، ومحمود بنتايج موافق ان هو ياخد ال 200 الف دولار ويلعب. طيب العقبه فين؟ زي ما قلت لك العقبه عند جون ادوارد. ممدوح عباس ما بيحبش جون ادوارد، وجون ادوارد ما بيحبش ممدوح عباس. فهي دي العقبه. فطول ما الموضوع ماشي كده فانت هتلاقي ان الزمالك ماشي بسياسه غلط. انا اقسم بالله مشفق على الزمالك جدا. يعني انا الزمالك على قد ما انا بكون سعيد لما بشوف الزمالك في مشاكل، بس على قد ما انا هكون غير سعيد ان انا بشوف ان الزمالك وحش. الزمالك فيه مشاكل عبيطه جدا، والمشكله ان المشاكل من جواه، يعني مفيش حد من بره بيصدر مشاكل للزمالك. المشاكل كلها من جوه الزمالك، المشاكل كلها من ابناء الزمالك، المشاكل كلها من اداريين الزمالك. فلما يكون رئيس النادي عاوز يدفع 200 الف دولار للعيب، والمدير الرياضي للنادي هو العقبة، فانت مستني ايه يا جمهور الزمالك؟ انت مستني ايه علشان خاطر تفتكر ان المفروض المشاكل تتحل؟ المشاكل محدش هيجي من بره معاه عصايه سحريه وهوبا شلب على مش عارف ايه ويحل لك المشاكل. مش هتحصل، مش هتحصل. يعني محدش يجي في مخيلته ان المشاكل كده هتتحل، عمرها ما هتتحل. طول ما في مشاكل من جوه الاداره عمرها ما هتتحل. بنشوف احمد سليمان الصبح عضو مجلس اداره، بالليل محلل يشتم في اداره الزمالك. فهو في كده في الدنيا؟
في كده في الدنيا لما يكون عضو مجلس اداره الصبح عضو مجلس اداره، وبالليل محلل يشتم في الاداره اللي هو عضو مجلس بقى الصبح؟ مش هتلاقي. فطول ما انت شايف ان الدنيا كده، طول ما هي هتفضل مشاكل عند الزمالك مش هتتحل. طيب، موضوع رمضان صبحي. رمضان صبحي يعني انا اكتر واحد في الدنيا مشفق على رمضان صبحي، اكتر واحد في الدنيا مش عاجبني اللي بيحصل مع رمضان صبحي. رمضان صبحي كانت موهبة جبارة، موهبة جبارة، موهبة لو ما كانش مشى ولا شريف إكرامي ولا نسيبه، ولا بقى اللي كان السبب في ان شريف إكرامي يكون سبب في ان رمضان صبحي يسيب الأهلي ويروح بيراميدز. انت عارف يعني ايه رمضان صبحي كان في الأهلي بيتجهز ان هو يكون أسطورة في النادي الأهلي؟ شفت زيزو لما كان في الزمالك؟ كان الناس أسطورة نادي الزمالك هو زيزو. شيكابالا قالها بلسانه ان احنا كنا بنجهز زيزو عشان يبقى أسطورة نادي الزمالك، وحصل اللي حصل. الاهلي برضو كان بيجهز رمضان صبحي ان هو يكون الاسطوره، بس برضو دماغه سوحته. يا عم ماشي، عايز يأمن حاله ويأمن مستقبله، مفيش مشكلة يا عم، ماشي يأمن حاله ويأمن مستقبله، وحصل اللي حصل. بس يعني دماغه برضو سوحته. فخلينا في المضمون، علشان ايه ما نتكلمش في حاجات عاف عليها الزمن. رمضان صبحي زي ما احنا عارفين ان هو لاعب لنادي بيراميدز. رمضان صبحي وقع في قضية تزوير كبيرة. رمضان صبحي كان متهم بقضية تزوير واتحكم عليه سنة حكم حبس، سنة حكم. دي كانت اخر حاجة اتكلمنا فيها، ان هو كان واخد حبس سنة حكم بسبب، علشان خاطر الناس اللي نزلت حالا تعمل لايك، والناس اللي هتنزل تعمل سبسكرايب او اشتراك عشان توصلنا ل 1000 مشترك خلال الشهر ده الجديد ان شاء الله. يعني الهدف اللي جاي الشهر اللي جاي ان احنا نخش رمضان واحنا عندنا 1000 مشترك. وهتقدر يا صديقي، هتقدر والله، صدقني انت هتقدر تعملها، طول ما انا واثق فيك انك هتقدر تعملها. فرمضان صبحي متهم بقضية تزوير علشان خاطر هو كان ما بيروحش الامتحان، بيبعت حد مكانه يمتحن. فيشاء القدر ان المسؤول عن الامتحانات عرف ان رمضان صبحي بيمتحن، فقال لك اما اخش اتصور معاه. قال لك اما اخش اتصور مع رمضان صبحي، وكانت صورة، يعني يشاء القدر ان هي كانت صورة الوهم او صورة العك او صورة المشاكل على رمضان صبحي. صورة وصلت رمضان صبحي ان هو يترفع عليه قضيه، لان لما راح ما لقاش رمضان صبحي هو اللي بيمتحن، وطلع حد تاني غير رمضان صبحي. فبالتالي اتهم بقضيه تزوير واتحكم عليه سنه حبس، وهو فعلا كان محبوس. بعد كده النادي الاهلي كلف محامين والمستشارين القانونيين بتوع النادي الاهلي وبعتهم لرمضان صبحي. طبعا حاجه تشكر للكابتن محمود الخطيب. بس انت فين من الجمهور؟ دي حاجه في وسط الكلام كده، يا رب تتفهم. انت فين من الجمهور؟ يعني الجمهور اللي بيشجعك، انت ما رفعتش سماعه تليفون لواحد من مستشارين الاهلي او المحامين بتوع النادي الاهلي عشان يدافع عن واحد من الجمهور المحبوس. طيب، رمضان صبحي امبارح كان في حكم على الاستئناف بتاعه، او كان في جلسه على الاستئناف اللي هو كان عامله، والحمد لله الحمد لله تم الحكم عليه سنه حبس مع ايقاف التنفيذ لمده 3 سنين، بمعنى ان هو طلع براءه. بس لو خلال الثلاث سنين اللي جايين حصل اي قضيه على رمضان صبحي تزوير، اي قضيه ايا يكن اي قضيه، هترجع القضيه تاني تتحكم فيها سنه، وهيقضي السنه بتاعته. فده الموضوع بتاع رمضان صبحي. طيب نيجي بقى للموضوع اللي واخد كلمه كبيره على الصوره المصغره، واقسم بالله اكاد احلف وانا حلفت فعلا ان انت يا عزيزي المشاهد داخل علشان الكلام اللي مكتوب على الصوره المصغره، وهو ان الزمالك اتعشر. وهنا انا اقصد حاجه كويسه، انا ما اقصدش حاجه وحشه، ولا كل حاجه تكون نيتها وحشه ما تاخدش يا صديقي المشاهد ان النيه وحشه. والله انا بقول لك الزمالك اتعشر. يعني طب ماشي يا عم احمد، انت عمال تقول ان الزمالك ايه اللي حصل له؟ الزمالك جه عليه قضيه 10 في وقف القيد. يعني الزمالك ما شاء الله، الزمالك بقى بينافس نفسه في القضايا اللي موقوف فيها. يعني اي قضيه وقف قيد هتلاقي ان الزمالك فيها. الزمالك لابس 10 قضايا وقف قيد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الزمالك دلوقتي جمهور الزمالك بقى بيقول ال 11 يا زمالك، والحمد لله جمهور الزمالك وصل ان هو بيقول ال 11 يا زمالك بدل ما كانوا بيقولوا السادسه. بس ال 11 في القضايا، يعني ال 11 في القضايا. الزمالك حاليا انا مش عارف اقول ايه. والله العظيم ما عارف اقول ايه. يعني حمي بحكي
واهم يضحك لما الزمالك يكون عليه 10 قضايا وقف قيد، هل الزمالك هيقدر ان هو يحل ال10 في خلال الايام البسيطه دي علشان يقدر يجيب لعيب، او يقدر ان هو يدفع فلوس المستحقات بتاعت اللعيبه؟ يعني القضيه الاخيره بتاعت نادي الزمالك اللي لبس بيها ال10 كانت من النادي بتاع اخوان الفينا، اللي هو انا والله يعني بص انا هفسر لك كأن النادي ده ايه اللي حصل فيه. اللي هو السلام عليكم يا زمالك، انا في بس قسطين انت كنت قايل لي عليهم ب 800 الف 400 و400، فانا يعني ايه الكلام؟ فالزمالك اللي هو قسطين ايه يا حبيبي بتوع ايه مش فاكر يا زمالك، قسطين بتوع اللاعب خوان الفينا اللي عندك اللي مكسر الدنيا اللي هو نجم عندك دلوقتي، انت كنت واخد مني وفاضل قسطين 400 و400 ب 800 الف دولار، هم فين؟ فالزمالك يرد لا انا يا ابني، انا خدت منك الحاجات دي، انا عندي لعيب اسمه خوان الفينا ما اعرفش انا الكلام ده، يعني يا زمالك انت هتدفع ولا مش هتدفع؟ انا ما اعرفكش يا ابني. فحاضر السلام عليكم. فاللي هو النادي طلع على البيبا، السلام عليكم انا عايز ارفع قضيه على الزمالك. شفت فيلم القرموطي اللي هو انا لو من مكان المسؤول عن بتاع القضايا، الله يخرب بيتك يا قرموطي، او الله يخرب بيتك يا زمالك، هو مفيش غيرك؟ يعني احنا فاتحين المحكمه دي كلها عشانك انت؟ فاللي هو يعني هم يبكي وهم يضحك. فالزمالك مرفوع عليه القضيه ال10 او استلم القضيه ال10 في نادي اخوان الفينا ب 800 الف دولار في قضايا قديمه. فهل نادي الزمالك هيقدر ان هو يحل القضايا دي قبل ما القيد يتقفل؟ متوقعهاش. فالزمالك اتوقع ان هو الكلام اللي بيتقال جوه نادي الزمالك ان هم هيوفروا المستحقات او هيجيبوا فلوس يدفعوا بها مستحقات اللعيبه علشان تلعب، انما فك القيد هتبقى صعب. ان هم يجيبوا مدرب فبرضه هتبقى صعبه. الزمالك حاليا في اسوأ فتره ماليه في حياته كلها واسوأ فتره اداريا في حياته كلها، ومش بكلام انا، بكلام الجمهور، يعني بكلام جمهورهم هم بنفسهم وعلى لسانهم بيقولوا ان الزمالك في اسوأ فتره بيمر بيها في حياته كلها. فربنا يفك، يعني انا مش عارف اقول سجن ولا يفك كرب او كرب الزمالك في الفتره اللي جايه، لان الزمالك كده يعني الزمالك هيتقفل، يعني الزمالك والله الزمالك بيتقفل وانا مش عايز كده. يعني انا كواحد مشجع للنادي الاهلي انا مش عايز كده، انا عايز الزمالك يقف على رجله. يعني خدها بقى كلام من القلب، احنا اتكلمنا وهزرنا وضحكنا وعملنا كل حاجه، خدها كلام من القلب بقى. الزمالك ما ينفعش المشاكل اللي بتحصل فيه، بس في نفس الوقت هرجع اقول لك ما ينفعش الدولة تقف مع الزمالك بس وتسيب الاسماعيلي في الغرقة اللي هو فيها والمصيبة اللي هو فيها السنة دي. انت عندك 2 أندية جماهيرية هتهبط، عندك الاتحاد السكندري وعندك الاسماعيلي، الاتنين دول هيهبطوا السنة دي. فما ينفعش الدولة تقف مع الزمالك وتسيب الاتنين دول. زي ما هتحل مشاكل الزمالك حل مشاكل الاتنين دول، شوف ايه مشاكلهم وحلها. ما ينفعش الدوري المصري ترسى عليه في الاخر ان يبقى فيه 2 أندية ولا 3 ولا 4 من 22 نادي هم الجماهيريين، الاهلي والزمالك المصري وغزل المحلة. وغزل المحلة ممكن يهبط، انت كان عندك الاهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري والاسماعيلي وغزل المحلة وبلدية المحلة، كل الانديه دي انا نفسي ترجع تاني، نفسي اشوف الدوري كله انديه جماهيريه. ممكن واحد يجي دلوقتي يقول لك ما هو احنا لو عملنا الدوري انديه جماهيريه ما هو الاهلي الفرقه دي ضعيفه، انت متهيأ لك. يعني الاهلي لما بيروح يلاعب بلديه المحله في المحله الماتش بيبقى اصعب مما تخيل. الاهلي لما يروح يلاعب الترسانه في المنصوره الماتش بيبقى اصعب مما تخيل. ما تقسي ماتشات الانديه الجماهيريه في ماتشات الاهلي اللي هي على ارض الاهلي، لان ماشي هتبقى طبيعي هتبقى ماتشات سهله، انما انت شفت السنه دي الاهلي بكل نجومه لما راح غزل المحله ايه اللي حصل؟ جمهور غزل المحله عمل في الاهلي ايه وعمل في الملعب ايه وكان عامل ازاي. فاتمنى ان الموضوع ده يتم اعاده نظر فيه، وزي ما هتساعد الزمالك ساعد الانديه الجماهيريه كلها. ومش عايز اطول عليك الفيديو علشان في ماتش النهارده الزمالك والمصري، وان شاء الله هننزل حلقه بعد الماتش ده، وحلقه هتكون ناريه فيها شويه اخبار جميله جدا، وموضوع المهاجم بتاع النادي الاهلي وخلص على ايه، والصفقات بتاعت النادي الاهلي اللي مش هنخلص ايه من الموضوع ده. فقبل ما اقفل الفيديو يا صديقي، لو انت وصلت معايا لحد هنا فانا بحبك جدا جدا، والله العظيم انا بحبك جدا جدا جدا، وما انتش عارف انا بحبك قد ايه. فانزل اعمل اشتراك،
انزل اعمل اشتراك يا عم، يا عم عايزين نوصل يا عم 1000 مشترك يا عم، واعمل لايك. اللايك مش هياخد منك حاجه. وتصبحوا على خير، او ما تصبحوش على خير، واستنوني في حلقه ناريه بعد ماتش الزمالك ان شاء الله. هتنزل على الساعه 12 او واحدة بالكتير، لان الماتش هيخلص الساعه 11 بتاع الزمالك، على ما اصورها ومنتجها وانزلها. فاشوف وشكم على خير.